أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو الجديد يلي رح نتعرف فيه على ملخص بأهم أحداث الحلقة 66 من المسلسل الرومانسي عروس بيروت. أحداث مشوقة، مفاجآت، مكملينها معكم مع فارس، ثريا، نايا وخليل وسارة وآدم. خليكن معنا أصدقائي لنتعرف على أهم أحداث الحلقة 66. فارس، ثريا ونايا وخليل بيغادروا منزل آدم، بينما عبير بتقيم حفلة بمنزلها، وصديق عبير بيدعوها للعشاء، وعبير بتوافق، وابنة عمها بتقلها على جنب بعد علاقتك بهادي كيف راح تتحملي هذا الرجال الفارغ؟ بترد عبير أنا مع هادي كنت فارغة، وتقول ابنة عمها أنت جميلة وفتاة كاملة. ثم يرن جرس الباب ويكون هادي، ثم تأتي عبير ويقول لها هادي جئت لأتحدث معك، ولكن لا أعتقد أنه الوقت المناسب. وبعد ذلك يدخل هادي ويتحدث مع عبير ويقول لها كان لدي بعض الأشياء في ذهني أردت التحدث معك عنها في طريقي إلى هنا، إذا لم تغلقي بابك، وإذا أغلقته هذه لك. ليقوم هادي بإخراج الخاتم من جيبه، لذا مهما كان قرارك فمن الأفضل لك أن تحتفظي به، هناك شيء أريد أخبارك به. ثم يدخل صديق عبير إلى المطبخ ويقول هادي لعبير أنا في المنزل وأبحث عنك كثيرا، غيابك يحزنني كثيرا، أنا آسف لأنني كنت أعمى. ثم يأتي صديق عبير مجددا للمطبخ ويزعج هادي بكلامه، ويتعصب هادي ويقول له اخرج من المطبخ، ويبدأ بضربه ورميه على الأرض، ويأتون باقي الأصدقاء لمساعدتهم، وتفرح عبير بتصرف هادي. ثم يغادر هادي منزل عبير. عادل يقول لليلى علاقتك مع ثريا نجحت، وأنا متأكد بأن علاقتي معهم ستتطور. وترد ليلى الحياة تفاجئ دائما. يرد عادل الحياة تحبك، ويضحك معا. فارس وثريا يصلون القصر ويسألها فارس كنا سنتحدث عن موضوع الإنتاج، ما هذا؟ ماذا تفعلون؟ لترد ثريا نحن لا نفعل شيء، لقد عرضت عليك عرضا لأنني أشعر بالمسؤولية عن فتاة، ولم أخبرك لأنني ما كنت متأكدة، وأنا لن أصعد إلى المسرح، وبهذا ليست لديك مشكلة. ويقول فارس سألت فقط لأبارك. وتقول ثريا هل رأيت كيف كانت سعادة آدم عندما أخبرته سارة إنها ستغني؟ ولم يسألها أين أتى هذا. ليرد فارس أنت وضعك مختلف، أنت حامل، لنتحدث لاحقا، ارتاحي الآن. وتنزعج ثريا وتخرج إلى الحديقة. خليل يقول لنايا ظننت أنه يمكننا التحدث عن الطلاق الليلة بعقل هادئ، إذا كنت متعبة نتحدث غدا. وتنصدم نايا، وفي هذه الأثناء تبكي نور، ويذهب خليل إليها، ونايا تقرأ رسالة حليم لآدم. فارس وضع خطة لوضعك في السجن، وأنت لا تصدق هذا، هذه زيارتهم الأولى. نايا تطلب من خليل لتتحدث لاحقا، ونايا تسمع إلى فيديو فارس وطلال وحليم. عادل يوصل ليلى إلى القصر، وثريا في الحديقة. ثم تدخل ليلى إلى الداخل، وعادل يتحدث مع ثريا ويقول لها ليلى تريد مغادرة الجمعية، إنها مستاءة جدا وتحاول إخفاء مشاعرها، ربما تغير رأيها إذا تحدثت إليها. وتتفاجأ ثريا
وتبتسم وتقول أنا، ليرد عادل أجل، هي قريبة منك كثيرا هذه الفترة. ثم تخرج ليلى وتراهم، وتطلب من عادل أن يغادر قبل أن يروه الأولاد. ثم يغادر عادل. في الصباح ثريا تتحدث مع ليلى وتقول أنت تنسحبين من رئاسة الجمعية. ترد ليلى سأذهب قبل أن يتم طردي. ترد ثريا هل ستعطين كل جهدك لشخص لا يعرف إن كان جيدا؟ ترد ليلى لقد اتخذت قراري الأسبوع القادم، سنقيم حفلة لجمع التبرعات، سأفعل مهارتي في تلك الليلة، يجب أن تعرفي كيف تنسحبين أو ستنقذين كرامتك. أنا لا أعطي لأي أحد المتعة التي يريدها. ترد ثريا لا أعتقد أنني أستطيع إقناعك. ترد ليلى ولكن يمكنك أن تكوني دعما، ربما أن نور جيدة، يمكنك أنت مجموعتك مرافقتنا تلك الليلة. وتفرح ثريا وتسأل هل سأغني؟ ترد ليلى أجل، وتوافق ثريا وتفرح كثيرا وتعانق الست ليلى. وتطلب ثريا من مصطفى أسماء الناس الذين ساعدتهم الست ليلى. ثم يأتي فارس وأمير يطلب من ثريا دعوة عماد إلى المدرسة لأنه حضر له هدية وداع، ويكون أمير حزينا لذهاب عماد وفقدانه لوالدته. نايا تتحدث مع خليل قبل ذهابه إلى الشركة وتقول أنا أقبل، لقد مررت بالكثير من الأخطاء معك، ولكن أطلب منك فرصة أخرى. أنا أحتاجك وأنت تحتاجني. لقد رأيت بالأمس في المعرض فكرة ظاهر جيت، كانت فكرتك، وأنك كم تعبت لأجله، وكيف أخذ فارس الميكروفون. أستطيع أن أفهم ما تشعر به. كل شخص منا يحتاج إلى من يستند عليه ويتكئ عليه. أليس هذا ما تبحث عنه؟ سأكون معك دائما وبكل وقت، وقد أخذنا درسا عما مررنا به. أريد فقط تذكيرك كم نحن ثنائي جميل. ويرد خليل ألا تبالغين قليلا؟ تقوم نايا بإخراج هاتفها وتري خليل فيديو حليم وفارس، وينصدم خليل وتقول نايا هل رأيت فارس يظهر الحب لآدم ولكن يعمل بالخفاء ضده؟ عبير تزور هادي في منزله وتعطيه الخاتم ويقول هادي هل ستعطيني فرصة للكلام؟ لترد عبير لا أريد كلاما بل أريد فعلا. أولا ستعيد الثقة ثم ارتدي الخاتم. ويفرح هادي وتقول عبير لدي اجتماع وتغادر. خليل يسأل نايا أين حصلت على الفيديو، ولكن نايا لا تخبره وتطلب منه استغلال هذا جيدا. مصطفى يأتي للمدرسة ويعطي ثريا قائمة الأسماء، وثريا تتصل بمنزل الست ليلى سابقا وأصبحت مشهورة الآن، ويتفقان على موعد محدد للقاء ليلى. وتخبر ليلى سامية إن ثريا ستغني في حفلة الجمعية، وبأنها ستعلن أنها لن ترشح نفسها، وستعلن ترشيح سامية وتدعمها. نايا تزور آدم في المكتب وتقول له عن حليم وفارس، ويسألها آدم ماذا تريدين؟ وترد نايا إذا كانت خطتك تناسب خطتي خليل لن يعرف أي شيء حاليا. يقول آدم لم تكن لدي خطة حتى عرفت خطة فارس. وتسأله نايا هل ستدخل فارس إلى السجن؟ يرد آدم أجل، ولن أجعل خليل يتضرر، إذا عملنا معا سنذهب بشكل أسرع. وتوافق نايا على خطة آدم بشرط ألا يخبر أحد. ثريا تتدرب وفارس يتصل بها ويستمع إليها وهي تغني وتتدرب
خليل في غرفته وينظر إلى صوره مع منال. طلال وداليا يجهزون منزلهم. ليلى في الجمعية في المساء، وثريا تغني على المسرح، وانزعاج نايا، والجميع يصفق لثريا. وبعد أن تنهي الغناء تقول ثريا: لدي مفاجأة صغيرة قبل أن ندعو الست ليلى للمسرح. وتأتي السيدة التي تعلمت وأصبحت مشهورة من خلال دعم الجمعية لها، ثم تأتي إلى المسرح وتروي قصتها، وبأن شخص ما وجدها وساعدها للوقوف على قدميها، وأن ما وصلت إليه اليوم هو بفضل شخص واحد، هي ليلى الظاهر. ثم تنهض ليلى وتصعد إلى المسرح وتكون سعيدة، وبأنها لم تعش حياتها عبثا، وتعلن ترشيحها، وتنزعج سامية كثيرا. وفارس يكون في الكواليس ويشكر ثريا لأنه لم يرى والدته سعيدة إلى هذه الدرجة. عماد في المدرسة مع أمير، ويطلب منه أمير ألا ينساه، وتكون هدية أمير صورتهم مع والدته، ويعانقه عماد وينظر إليهم ثريا بحزن. عماد يعتذر من ثريا إذ اهتم بها بطريقة خاطئة. تصل رسالة لثريا فيديو حليم وفارس وتنصدم ثريا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.